إلهي، من ذا الذي يعذبني إذا رحمتني؟ ومن ذا الذي يقربني بسوء إذا نجيتني؟ ومن لي يا رب إذا قطعتني؟ يا من هو فوق عباده ظاهر، ويا من هو مطلع عليهم وناظر، ويا من هو منهم قريب وحاضر. مولاي، ارحمني في حشري ونشري، واجعل مع أوليائك موقفي، وفي وسط أحبابك حسابي، وإلى جوارك مسكني. فكم من عبد عصاك فتبت عليه، وكم من صاحب كبيرة تعرض لمعروفك فنظرت برحمتك إليه. فإن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. مولاي، إن كان كثر مني الزلل فتجاوز واقبل مني قليل العمل. يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جاي لكم في فيديو جديد ويوم جديد، كل طاقة ايجابية، كل شغل في شغل ان شاء الله باذن الله يعجبكم وهينال رضاكم. اهم حاجة حبيبة قلبي الاستعانة بالله ونصلي على الرسول. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. بقى كده هنمسك بقى اوضة البنات، هنعملها كده تنظيفة عميقة. بصوا من فاخر من الاخر، بسم الله ما شاء الله. الاوضه يا بنات هترجع كده بقى فيها ريحه انتعاش وريحه طراوه وطاقه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. الفيديو هيعجبك حبيبه قلبي. اهم حاجه كده تكملي الفيديو معايا للاخر، ومش تنسي الدعم لاختك باللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو قمر كده زيكم. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، اللهم امين. بحق ما انتوا حبايب قلبي دايما بتكبروا بخاطري بكومنتاتكم القمر اللي زيكم. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل سعاده الدنيا تحت رجليكم وبين ايديكم يا حبايب قلبي. مش تنسوا بقى كده حبايب قلبي ندعوا كده اخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا يا رب يعينهم ويقويهم ويزيح عنهم البلاء والغمه اللي هم فيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. معلش بقى على الخبط يا بنات، كان احمد كده بيخبط وخرجته بره مع اخواته. اللهم صل على النبي. كده بقى شلت كده الملل زي ما انتم شايفين، وشلت الحاجات اللي تحت السرير. تحت السرير دي يا بنات هدوم البنات عندي، حطها بقى في اكياس ومسطراها. بصراحه عايزه اجيب الشنط اللي هي بتاعه تخزين الملابس دي، حلوه خالص. عايزه اما انزل كده بامر الله ربنا يذكرني واجيبها ان شاء الله. بصي بقى حبيبه قلبي، لو وراكي اي حاجه اتفرجي على الفيديو ده للاخر كده او حطيه قدامك، وقومي كده استعيني بالله وصلي على الرسول، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعينك على مهمه يومك وهيقويكي وهيقدرك وهتبقي قدها وقدود يا حبيبه قلبي. اهم حاجه كده تسمي الله وتصلي على النبي، وان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. لو انت بقى حبيبه قلبي لسه ما ابتديش اي تنظيفات خالص عميقه في البيت قبل طبعا العام الدراسي، كل سنه وحضراتكم طيبين وبالصحه والسلامه يا رب، ودايما كده في الفرح متجمعين. بصي مش تضغطي على نفسك، اوعي تضغطي على نفسك خالص. لو انت مثلا تنظيفه الاوضه هتبقى جامده عليكي ان انت تعمليها كده، ممكن مثلا تيجي في يوم تيجي تاخدي الدواليب، تمسكي الدواليب تنضفيهم تنظيفه حلوه خالص، تمام. مع بقى مع الروتين العادي بتاع البيت اللي هو اليومي اللي انت بتعمليه مع الاكل مع الغسيل المواعين. لو عندك غسيل هدوم او حاجه، هتمسكي مثلا الدولابين الاطفال هتعمل اللي هو بتاع الاطفال والدولاب الكبير هتطبقيهم، تمام. هتيجي تاني يوم، اللهم صل على النبي، هتمسكي الاوضه بقى، اوضه من الاوض، هتمسكي الشبابيك بتاع هنا وبتاع هنا وتخلي الشبابيك بتاعتك زي الفل بتاعت الاوض بتاعتك، تمام. هتيجي بقى تاني يوم هتخشي على الاوضه اللي هو بقى تطلعي الحاجه اللي تحت السراير وتمسحيها وتفرشيها وخلاص على كده. لو انت بقى مش هتقدري انت تعملي الدولاب مع الشبابيك مع الحيطان مع كل حاجه في يوم واحد، ما تقليش على نفسك، ما تجيش على حساب نفسك خالص. اللي تقدري تعمليه النهارده اعمليه، واللي مش تقدري بكره موجود. يعني ما تفضليش تضغطي على نفسك وعلى اعصابك وتقولي انا لسه ورايا ولسه ولسه. لا يا حبيبه قلبي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قادره ان انت تعملي الحاجه اعمليها، مش قادره جزئيها، جزئيها على كام يوم. تعالي على المطبخ مثلا جزئيها على كام يوم، مره مثلا تظبطي فيها الظرف بتاعتك كلها، مره مثلا تعملي الحيطان والسيراميك بتاع السقف، مره مثلا تاخدي الشفاط لو عندك توابل لو عندك حاجه. يعني ايه، جزئي نفسك كده، مش لازم ان انت تدربكي الدنيا كلها على دماغك مره واحده. الصحة برضو مش عايزين نفرط فيها بالسهل، لان طبعا مفيش حاجة بعد الصحة. قادرة ان انت تعملي وتشيلي وتحطي وتعملي كل حاجة، ربنا يعينك يا رب ويقويك ويحسن ما بين ايديك. اعملي يا حبيبة قلبي، اعملي وما تسيبيش وراكي حاجة. مش قادرة ومخنوقة ومتضايقة وعايزة تعملي كل اللي وراكي، زي ما بقولك كده جزئي نفسك، استعيني بالله كده قبل ما تنامي كده، قولي ايه يا رب كده،
ذكرني كده ووقف معايا، وان شاء الله بكره هعمل كذا وهكذا وكذا، وظبطي نفسك من بالليل ان شاء الله باذن الله. قومي بقى اتكلي على الله، اعملي مثلا غدا لعيالك، او لما يكون عندك غدا فايض دي طبعا بتسهل علينا كتير، وتخلصي بقى الغدا واللي وراكي، وبعد كده تخشي على التنظيفه العميقه بتاعتك. يا اما تصحي بدري، الصحيان البدري ده اكبر انجاز والله يا بنات، اكبر انجاز. اللي اللهم صل على النبي، انا صحيت البنات من الاوضه، انا طبعا كنت لسه مبتديه يومي، كنت لسه كده ببتدي اليوم بتاعي. صحيت البنات نيمتهم مع باباهم في الاوضه بتاعتي، وقلت ايه قبل الطبيخ بقى وقبل الكركبه وقبل المواعين وده كله، هخش كده على اوضه البنات استعين بالله واعملها. قومتهم وديتهم الاوضه التانية، وزي ما انتم شايفين كده مسكت بقى كده الرغاوي، حبه الرغاوي الحلوين دول بقى والريحه الجميله دي. بجد يا بنات والله تعبت جدا في الفيديو ده، مش عايزاكم بقى تأثروا معايا كده يا قلب اختك انت وهي، وعايزه بقى لايك على الفيديو كده قبل ما تخرجي، وتكملي الفيديو للاخر. ربنا يكبر بخاطركم ويجازيكم كل خير يا رب، اللهم امين. ولكل حبايب قلب الجداد اللي معايا في القناه، طبعا شرفتوني ونورتوني، وجودكم على راسي من فوق. وحبايب قلبي اللي معايا في القناه وطبعا دايما بيدعموني بكلامهم الجميل، ربنا يكبر بخاطركم بحق ما انتوا بتكبروا بخاطري، ودايما مشرفيني ومنوريني، وجودكم ده على راسي من فوق. وبجد كلامكم ليا ووجودكم معايا في القناه اكبر دعم ليا. وعمري ما هنسى اخواتي وحبايب قلبي، مهما القناه دي تكبر او مش تكبر بقى كله بتاع ربنا، عمري في حياتي ما هنسى اي واحده فيكم. عمري في حياتي ما هنساكم وانتوا بتقولي احنا معاكي، احنا في ظهرك، كملي. وكلامكم الحلو اللي بيشجعني وبيخليني استمر معاكم في القناه. بجد عمري ما هنسى فضل اي حد فيكم طبعا بعد ربنا. ربنا يا رب يحقق لكم اللي انتوا بتتمنوه بزياده واكتر ان شاء الله باذن الله، ويخلي لكم كده اولادكم، ويا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يرزق كل محروم يا رب، يا رب راضي كل محتاج يا رب. اللهم صل على النبي. بقى جيت كده على السرير بتاع سلمى، طبعا سلمى بنتي معتزه قوي بلعبها يا بنات، في لعب معينه كده مش بترضى تحطها في البلكونه مع اللعب التانية، فليه حطها جنبها كده في الفتحه دي. دي العروسه اللي انا كنت شاريها لها بتاعه العيد، ما بتلعبش بيها والله يا بنات، من يوم ما جبتها وهي حطاها كده في الحته دي. والشنطه التانية دي فيها كام عروسه، والطبله دي بتاعه رمضان اللي فات ده لا اللي قبله، عيناها ومحتفظه بيها كده. عندي سلمى بنتي بسم الله ما شاء الله ما بتحبش تبهدل حاجتها، انما بقى الحاجات التانية اللعب التانية دي في البلكونه، ودي حصلتين كده كان باباهم عاملها لهم عشان يعني نجيب لهم بقى حاجه المدارس وكده، وفتحناهم وجبت شويه حاجات، ولسه شويه حاجات تانيين ان شاء الله لما اكمل حاجتي كلها باذن الله هعمل معاكم فيديو مشتريات بامر الله لو انتوا حابين طبعا. ربنا يا رب كده ينجح اولادكم وينجح اولادنا، ويا رب كده تشوفوهم احسن الناس، وما تشوفوا اي حاجه وحشه فيهم ابدا، ويا رب كده ما يخضنا ابدا عليهم، ويبعد عننا الناس الوحشه، الناس اللي بتكره الخير لبعضها، ربنا ما يجمعنا بيهم لا صدفه ولا معاد يا رب، اللهم امين. مش تنسوا بقى كده حبايب قلبي كومنتاتكم الجميله، انا تعبت جدا في الفيديو ده، عايزه بقى كومنتات قمر كده تنسيني تعب الفيديو، بفضل كده قاعده ابص على الكومنتات بتاعتكم. ولو اخت حبيبه قلبي ما علقتليش صدقوني والله يا بنات بتفرق معايا جدا. انا عارفه كل اخت فيكم وكل اخت فيكم كلامها في قلبي من جوه، وطبعا لما حد فيكم مش بيعلق لي انا ببقى مفتقداكم. ربنا يا رب ما يقدر عليكم باي حاجه وحشه او باي خبر وحش، ويجعلها يا رب كده عام دراسي خير علينا وعلى اولادنا يا رب، اللهم امين. اللهم صل على النبي. كنست بقى كده تحت السرير وعبيت التراب، وجيت بقى كده على الحيطه، طبعا زي ما انتم شايفين في سلوك كهرباء جامده، فطبعا انا قلقانه اللي هو بعمل برضو بحرص انتوا فاهميني، لان انا اتكهربت اكتر من مره والله يا بنات قبل ما افتح القناه كمان. كنت اجي اغسل البلكونه او كده بالطريقه دي، الميه بقى تنزل على الكوبس، اجي امسح او حاجه ايدي تمسكها الكهرباء. فطبعا انا بعمل بس بالراحه، ربنا يا رب يسترها علينا وعليكم. لو انت طبعا حبيبه قلبي بتعملي زي كده خلي بالك من اي كوبس كهرباء، اي سلك، اي حاجه خلي بالك على قد ما تقدري. ربنا يا رب يفاديكم ويفادينا ويبعد عننا وعنكم اي حاجه وحشه يا رب، اللهم امين. مستنيه ايه بقى يا قلب اختك؟ لو انت بقى لسه معايا لغايه دلوقتي في الفيديو فانت حبيبه قلبي من جوه، مش تنسي بقى اللايك لاختك حبيبتك كده، عشان خاطر الفيديو كده يرتفع بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اهم حاجه بقى حبيبه قلبي كده ذكر ربنا في قلبك، صلي، ادعي ربنا، وباذن الله صدقيني الحاجات التانية دي كلها يعتبر ربنا هيعين عليها. اهم حاجه نأدي فرض ربنا، اهم حاجه ما تسيبيش وراكي فرض. سمعت الاذان روحي صلي، طبعا اي حاجه ورانا مش هتطير، هتفضل زي ما هي لغايه ما نروح نصلي 5 دقايق ونرجع تاني. اهم حاجه فرض ربنا، اوعي تقصري مع ربنا، عشان خاطر ربنا ينولك كل حاجة حلوة انت بتتمنيها، عشان خاطر ربنا يحفظ لك اولادك ويحفظك ويرزقك كده من حيث لا تحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين.
اللهم صل على النبي. بقى كده مسكت الحيطه التانية كده اللي هي جنب الشباك دي، واديله ادي بقى بحبه الرغاوي الحلوين دول. طبعا الرغاوي مش باينه قوي لان الحيطه فاتحه، فالرغاوي بقى مش باينه فيها، بس ما شاء الله يا بنات على ريحه الاوضه وريحه الانتعاش والطراوه اللي فيها. محتاجه بقى كده شويه حاجات محتاجه ان اعملهم. ادعوا لي كده بقى يا بنات، ربنا يعيني يا رب ويقويني. طبعا جوزي الحمد لله نزل الشغل بقاله تقريبا يومين او 3، الحمد لله، بس طبعا مش بيحمل على نفسه قوي. كان ليه قعده كشف امبارح، بس ايه قال بقى ياجلها على النهارده يعني. فان شاء الله كده بقى ادعوا له ربنا يا رب يتم شفاء على خير ويشفي كل مريض ويشفي امراض المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وكل حبايب قلبي بقى اللي معايا في القناه، طبعا انتوا على راسي والله، ودعمكم ليا دوت بجد بيفرحني وبيخليني دايما مبسوطه، وبيخليني دايما محتاجه ان انزل معاكم فيديوهات. انا كنت عايزه كده اكستل النهارده ومش هنزل معاكم فيديو، فقلت لا، لقيت نفسي كده قايمه، استعنت بالله وشغلت شويه قران، لقيت نفسي كده داخله على الاوضه، صحيت البنات زي ما بقول لكم كده وديتهم الاوضه التانية، وقلت اما امسك اوضتهم دي، لان بصراحه بيني وبينكم كده كان من قبلها بيوم وانا شايله الملي والبنات بيناموا عليها كده، فاللي هو بقى ايه، انا عارفه ان انا محتاجه ان اعمل فيها تنظيفه عميقه، فقلت ايه لا مش هفرش بقى فيها ملايه دلوقتي لغايه اما انوي كده خير واستعين بالله واخش كده اعملها تنظيفه عميقه بقى كده ايه واخليها زي الفل. فقلت لا مش هنيمهم عليها تاني من غير ايه ما افرش ملايه، ومش هينفع افرش ملايه واسيبها على كده، انا محتاجه ان انا اعملها تنظيفه كويسه. فطبعا استعنت بالله وربنا عني وقواني وقدرني، وقمت عملت اللي انتوا شايفينه ده يا حبايب قلبي، ومسكت بقى كده المقشه بتاعتي، وهمسك بقى الارض كمان هدعكها بقى دعكه حلوه بشويه الرغاوي الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. بجد يا بنات الرغاوي دي بتعمل لي حاله، بصوا يعني ببقى متنشطه كده ومحتاجه ان اعمل اكتر واكتر. يعني بصوا بجد النظافه دي شيء جميل، ربنا يا رب يديمها على نعمه ويديم علينا صحتنا نعمه، ومش يحوجنا غير لربنا، ربنا ما يحوجنا غير ليه يا رب. جبت بقى كده الشرشوبه بتاعتي وقلت بقى كده اما ايه انشف كده الارضيه. طبعا الارض كانت بتنور كده من النظافه، ما شاء الله عادت شمعه منوره. حبايب قلبي بقى اللي بيحبوا مني كلمه شمعه منوره دي، ربنا يا رب يحبب فيكم خلقه، ويا رب كده يرزقكم بما تتمنوا يا رب وبزياده واكتر وشويه يا رب، اللهم امين. يا رب كده يجعل من دعويه لكم نصيب يا رب يا رب والنبي يا رب، ويستركم كده ويخلي لكم اولادكم، وربنا ما يسمعكم خبر وحش ابدا عليهم يا رب. لان بجد اكتر حاجه بتضرنا لو مثلا شفنا عيل تعبان، يعني انا اليومين اللي فاتوا دول كانوا البنات عندي تعبانين، واحمد والله يا بنات انا كنت انا اللي تعبانه بجد. ساعه ما كنت الاقيهم كده قدامي، يا ماما احنا تعبانين، يا ماما انا مش قادره، كنت بحس ان انا اللي تعبانه. عارفين لو انا اللي تعبانه مش هبقى زعلانه كده. فطبعا الاطفال دي نعمه كبيره من عند ربنا، يا رب ربنا ما يحرم حد منهم ابدا. واللي مش معاه اطفال يا جماعه والله مش تزعلوا، ربنا ما بيعملش فينا حاجه وحشه ابدا، ويمكن ربنا في يوم كده يرضيكم كده، بصوا من حيث لا تحتسبوا. فانتوا بس قولوا يا رب، ادعوا ربنا وارفعي ايدكم كده للسماء وادعوا ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا هينولكم كل اللي في بالكم باذن الله. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق يا رب، اللهم امين. والله يا بنات دايما بدعي لكم والله، وكل حبايب قلبي اللي معايا على القناه اللي بيقولوا لي ادعي له، انا والله بدعي لكم في كل اذان، ربنا يرزقكم يا رب. وماجدة اختنا من السعوديه وحبيبه قلبي تانية برضو كانت طالبه مني الدعاء، ربنا يا رب يرزقها، بقى لها 9 سنين متجوزه، ربنا يا رب يرزقها بالخلف الصالح، اللهم امين. ويسهل لكم اموركم ويسعدكم في حياتكم ويرزقكم وييسر لكم اموركم يا رب، ويخلي لكم كده ازواجكم ويسهل لكم حالكم ويخلي لكم اولادكم ويبارك لكم فيهم يا رب. والله بدعي لكم من كل قلبي، بدعي لكم بجد لانكم اخواتي، مش مجرد متابعين على القناه خالص، والله يا بنات بجد انتوا اخواتي وفرقتوا معايا جدا، فرقتوا في حياتي جدا، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، ودايما كده اكون عند حسن ظنكم يا رب. ويا رب كده ما تزهقوش مني ابدا ولا تملوا مني، وحقكم عليا بقى لو الفيديو بتاعي النهارده طويل شويه، بس والله حاولت ان انا امنتجه على قد ما اقدر عشان خاطر اصغره شويه، بس ما قدرتش ان انا اطول السرعه بتاعته اكتر من كده. فسامحوني بقى كده حبايب قلبي، وبالله عليكم كده ما تسرعوش الفيديو عشان خاطر يا بنات الفيديو ما يقعش، ما تضيعوش تعب اختكم كده على الفاضي. وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك في القناه فضلا منكم طبعا وليس امرا، والكومنت القمر اللي زيكم اللي بيكبر بخاطري، ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبر يتعجب لها اهل السماوات والارض، اللهم امين يا رب العالمين. مسكت بقى كده حبايب قلبي الارضيه نشفتها ولمعتها وخليتها زي الفل، والاوضه بقى كانت فيها طراوه كده وريحه انتعاش فظيعه. ساعه ما البنات قاموا من النوم، ايه ده يا ماما انت عملتي ده امتى؟ انت عملتي ده كله امتى؟ الله يا ماما الحيطان بتلمع، الله يا ماما الاوضه ريحتها جميله.
فطبعا تعبي كله يهون عشان خاطر بصيتهم كده وهم مبسوطين لأوضتهم وفرحانين. طبعا ده كل اللي حصل لي بقى في اليوم ده والتعب والإرهاق كله طبعا راح قدام انبساطهم وقدام فرحتهم كده بالأوضة بعد ما نطفت. اللهم صل على النبي. بقى سلمى بنتي قامت طبعا كده من النوم وانا بروق، جات لي بقى الأوضة. كنت أنا بقى خلاص بشطف فيها. انتي عملتي ده كله امتى يا ماما؟ طب مش ناديتي عليا ليه؟ طب مش عارف. قلت لها لا يا بابا، انا ما رضيتش انده عليكي عشان خاطر الصابون بقى والميه وكده ما تقعيش وتتزحلقي. فاللهم صل على النبي. فضلت بقى معايا كده لغايه بقى ما فرح بعدها كمان صحيت وكده وباباهم صحي. عملت لهم كده لقمه بسيطه فطروا بيها، وبعد كده دخلت عملت الغدا. اللهم صل على النبي. اتغدينا النهارده عيش، ما رضيتش بصراحه اعمل رز. قلنا وكده بقى كل يوم رز وكده زهقنا. عملت بقى مسقعة وعملت بيض وسلطة وجبنة واتغدينا وقلنا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. بس بصراحة عملت للبنات كده واحمد شوية رز صغيرين كده عشان يعرفوا ياكلوا، لان طبعا ما بيعرفوش ياكلوا عيش. فسلمى بنتي بقى قامت ربنا يبارك لي فيها ويخليها يا رب. طلعت سوت لي بصراحة الصالة يا بنات والله العظيم، خليتها لي زي الفل. سوت لي المساند كده ونظفت لي الكسوة اللي على القاعدة فوق. قالت لي يا ماما اعملها، قلت لها اعمليها يا بابا. فطبعا لما انت بتشجعي عيالك وبتحمسيهم ودايما الله برافو عليكي شاطرة ما شاء الله عمايلك جميلة، بتخليها دايما تتشجع انها تعمل لك. انما لا، دي كده مش حلوة عمايلك وحشة، لا انت كده بتسدي نفسها كده، بتخليها اصلا ان هي مش تتعلم انها تعمل معاكي. فدايما كده حفزيها، دايما كده حمسي عيالك وعوديهم بالذات البنات، عوديهم كده ان هم يعملوا معاكي وايدهم بايديكي كده في البيت، عشان خاطر لما ربنا يصلح حالهم كده ويبقوا اصحاب بيوت. يعني الناس كده تقول ما شاء الله عليكي يسلم البيت اللي انت طالعه منه. فدايما كده حبيبه قلبي عودي عيالك من هم صغيرين ايدهم بايدك كده في اي حاجه انت بتعمليها. ربنا يا رب يبارك في اولادكم ويصلح لهم حالهم يا رب واحوالهم، اللهم امين. فرشت بقى كده السراير، وطبعا الدفايات دي انا مطلعها بقالها كام يوم كده. الجو بيبرد عليهم لان طبعا المروحه مش بيرضوا يطفوها. فاللي هو بحطهم بس كده عند وسطهم كده ادفيهم يعني، عشان خاطر برضو الجو عاد بيجي كده الصبح بدري اللي هو بيسقع شويه. طبعا بقى مسكت الشباك كده بالفوطه بتاعتي، كنت غسلاها غسله حلوه خالص. ومسكت بقى الشباك كده مسحته مسحه كويسه، ما عرفتش بقى افتح واعمل من بره لان كان في جيران وكده. فبصراحه ما حبيتش بصراحه ان انا افتح الشباك. وانا اصلا قبلها بيوم او بيومين كنت ملمعه تلمعه كويسه، قلت عشان خاطر ما يطولش معايا الفيديو. طبعا بقى يا بنات الستاره غسلتها غسله كويسه وما شاء الله نشفت في ساعتها. ومسكت الماسوره بتاعتي مسحتها برضو بالفوطه ولمعتها، وحطيت بقى كده الستاره وبقيت 100 فل و14. طبعا بقى عندي البنات لما بيجوا يجيبوا بادي او حاجه شوفوا بقى الدولاب عامل ازاي، بجد منظره لا يسر عدو ولا حبيب. هنزل بقى ده كله كده وهساوي بقى الظرف كده على قد ما اقدر. انا طبعا كنت عايزه انجز كده عشان خاطر الوقت ما يسرقنيش، لان كنت لسه ببتدي يومي، ما كنتش لسه عملت اي حاجه، فلو ما كنتش عايزه اتاخر، عايزه ابتدي بقى يومي الطبيعي كاني يعني ما اخرتش معايا حاجه. لمعت بقى كده الضرفه وحطيت فيها المفرش ده، اي نعم هو متقطع بس ان شاء الله باذن الله محتاجه اجيب بكره مفارش عشان خاطر الدولاب والمطبخ، لان برضو باذن الله عايزه اعمل تنظيفه عميقه في المطبخ بامر الله. مسكت بقى كده البيجامات رصيتها بقى كده على بعضها. كان بقى في الوقت ده يا بنات كان البنات كانوا صحي واحمد كان صحي وباباهم كان صحي. فكنت بقى بشطب خلاص في الاوضه، فكنت عايزه بقى اخلص بدري بدري كده عشان اطلع اعمل لهم اي لقمه كده ياكلوها على السريع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نزلت بقى على الضرفه بتاعت فرح، واللي تحتها دي بتاعت احمد، جايباها كده من سلمى الفرح لاحمد، يعني من اكبر لاصغر لاصغر. وابتديت بقى كده ان انا ارص الضرفه بقى بتاعت فرح كده، كنت بقى عايزه اخلص كده وانجز كده. خلصت بقى كده ونزلت على الضرفه بتاعت احمد برضو. دي يا بنات كانت حته قماشه كبيره، فجبت الدباسه بتاعتنا بقى لها اكتر من سنتين بصراحه بالطريقه دي، لان المفرش لما باجي احطها البنات عندي بيقطعوها، فكفت بصراحه معايا دول وكام ضرفه كده في اوضتي جوه. فدبستها كده بالدباسه، وبصراحه حلوين جدا وكفوا ووفوا ما شاء الله عليهم شكلهم حلو. لان المفارش التانية دي البنات بيفضلوا يشدوا فيها وقطعوها وبهدلوها بصراحة. فلو انا كان عندي قماش تاني يكفي كنت عملت الظرف كلها بتاعت الدولاب بالمنظر ده. فان شاء الله باذن الله لو لقيت عند ماما اي حتة قماش حلوة كده زي دي هبقى اجيبها واكمل بيها الظرف ان شاء الله باذن الله. مسكت بقى كده الضرفة بتاعت احمد، البناطيل كلها فوق بعض، التيشيرتات الخروج فوق بعض، التيشيرتات اللي هي العادية فوق بعض، البوكسر بالفانلة بتاعته فوق بعض، القمصان فوق بعض. يعني حاولت كده اظبط الحاجه عشان خاطر لما اجي اجيب له حاجه ابقى عارفه انا بجيب ايه.
والله العظيم يا بنات هو اللي بيخش يجيب الهدوم، بيخش يقلب لي الضرفة كلها، يعني يعتبر النهارده هتلاقوا ده كله نزل تاني على الأرض، بس ربنا يا رب يخليه ويحفظه ويحفظ أخواته ويبارك لكم في أولادكم يا رب. ربنا يا رب يخليهم كده ويبهدلوا ويكركبوا، وانا ربنا يديني الصحة ويعني واعمل لهم كل حاجة. ما عدتش بقى يا بنات بلبسه بامبس غير لما هو بس بيجي ينام بالليل، رحت معلماه يعني ان هو يقول لي ايه احيا ماما ادخله الحمام يعمل حمام، بس بيجي بس بالليل وهو نايم بحاول ان انا البسه البامبس عشان خاطر ايه، لسه برضو ما اتعودش قوي. ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظ لكم اولادكم ويبارك لكم فيهم يا رب ويصلح حالهم واحوالهم. بالله عليكي يا حبيبه قلبي لو انت لسه معايا لغايه دلوقتي ما تنسيش كده الدعم لاختك باللايك والاشتراك في القناه، ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويرزقكم بما تتمنوا اللهم امين. مسكت بقى الباب بتاعي كان كله تراب كده، قلت بقى اسيبه، لا طبعا انا عايزه الاوضه بتاعتي كده تكون كلها على سنجة 10. إيه ريحه النظافه بقى جميله يا بنات، شامين بقى ريحه النظافه قولوا شمي، شايفين يا بنات النظافه قولوا شايفين. ربنا يا رب يبارك لكم في اولادكم ويعينكم على حالكم اللهم امين. الاوضه بتاعتي بقى كانت خلصت كده يا بنات وبقت فله شمعه منوره، واكتبوا لي بقى في الكومنتات استاهل كام من 10، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم ويكون كده عند حسن ظنكم حبايب قلبي. هاخدكم بقى جولة كده في الدولاب بتاعي، بصراحة ما كانش مكركب، هما اللي كانوا مكركبين دول بس الظرف بتاعت الأولاد، زي ما انتم شايفين بقى كده ظبطتهم على قد ما قدرت ونسقتهم، وهوريكم بقى بقية الدولاب بصراحة كان نظيف وما كانش فيه أي حاجة. وطبعا يا بنات كان لسه عندي هدوم في البلكونة كنت غسلاها، كنت لسه هلمها بقى واكمل تطبيق يعني الدولاب وكده. دي كده الضرفة اللي في النص اهي مترتبة برضو كويسة مش فيها حاجة، والضرفة اللي في الآخر برضو كويسة اهي بس لسه فيها بقى ملي لسه هجيبها اطبقها. استنوني حبايب قلبي في فيديو جديد ويوم جديد، اسيبكم في رعاية الله. يلا يا حبايب قلبي مع ألف سلامة.